إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. يا غريب يا مظلوم كربلاء ولزينب نوح بفقد شقيقها، وتصيح يا ابن الزاكيات الركع وحسن. اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طنات الأدمع. اليوم قادوني بذل يا أخي، والصوت آلمني وأيتامي معي. اليوم شبهوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى مقنعي. لا راحمون أشكو إليه مصيبتي. ما في أحد يسمعني. لا راحمون أشكو إليه مصيبتي سواها فوات الصوت من فوق أضلعي. تصوير موجع مؤلم. تقول 30,000 ما واحد في قلبه رحمة، ما أحد يصغي ولا يرحم، لكن الذي يصغي إلى صوتي الصوت كلما وقع على ظهري قلت لا راحم أشكو إليه مصيبتي سواها فوات الصوت من فوق أضلعي. قتل الحسين فيا سماء ابكي دما، ويا جبال تصدعي. خويا عندها شكوى، خلنا نشوف هالشكاية. خويا محمل سكينة لو تزلزل من يجيله، ولا وقع من عدنا طفل يا مول يشيله. حادي الضعن ترويعنا يبرد غليلة، كل ما لوعنا وروعنا برد غليلة وحسين. هالبر الأقفار ما تقطع الا الرجاجي، حرق الخيم يا حسين ما خلت لنا حق، وحريمكم ذواب قلبها فقد الرجاء.
والله ما ظل إلا جلد لركوب الجمال، ولا هودت عيني أي عيون تهود، والحسين عروا صدره وحسين، ولا هودت عيني ولا ساعة من الليل يردون نسافر يا بعد أهلي ونخلي، يا ليت من قبل السفر نقعد نواري هذا الفراق وين يا ابن أمي لاقي، لا تقول خلتني الوديع بغير تجفي، لا تقول عني سافروا ما ودعاني، راحوا خواتي وللقبر ما شيعوا، يا ليتهم وياك بهالبر يتركوني، أبو علي يا ليتهم وياك بهالبر يتركون، ولا روح حسرة ميسرة فوق المها، لا جايد وناضل لناضل، عجايد من بعد عينك وناضل وناضل، وصير انسور لعيالك وناضل يا خوي على الترب مرمي، وناضل وناضل ميسرة والشامت يقسي عليا، ميسرة والشامت يقسي علي، لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال الله تعالى في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج المولى، شفاء كل مريض، رد كل غريب، فرج كل مبتلى، تيسير أمور المؤمنين سيما المؤمنين المنظورين، وتيسير زيارة الرضا والحسين وأختيهما، والحج والعمرة وزيارة النبي والعترة، برضا ودعاء ونصرة قائم آل محمد. والجواد والهادي والعسكري ومولاي صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين، وعجل له الفرج ولا تستبدل بنا غيرنا. صولة الكلمة الزينبية، هذا بحثنا، نسأل الله قبوله والتوفيق فيه.
الآية 18 من سورة الأنبياء. البحث يمر بعد مقدمة بمحورين. المحور الأول: الكلمة بوصفها بناء للوعي والمعرفة. الكلمة بوصفها بناء للوعي والمعرفة. المحور الثاني: الكلمة الزينبية وصناعة التحول الجماعي. هذا بحثنا، نسأل الله قبوله والتوفيق فيه. الكلمة والكلام هو أحد مميزات الإنسان. الإنسان ربنا سبحانه وتعالى مما ميز به الإنسان عن سواه من الكائنات أن جعله ناطقا. علمه البيان، وهكذا الرحمن خلق الإنسان علمه البيان. علمه البيان، التعبير عن الذات، التعبير عن الإرادة، التعبير عن الأهداف، التعبير عن مختلجات النفس. يستطيع الإنسان أن يعبر عن ذاته بالكلام. الكلمة قد تكون صانعة لبصيرة، لهداية، لصلاح، لعزيمة، لقوة إرادة، وقد تكون كاسرة لإنسان. قد تكون الكلمة محيية وقد تكون الكلمة مميتة. صحيح ولا لا؟ لذلك السيدة زينب عليه السلام، حتى فقط أضيء ثم أدخل إلى البحث. السيدة زينب سلام الله عليها، هل استجابت للألم والوجع والانهيار؟ هل انساقت وراء المشاعر والحدث العظيم الذي مضى القلوب؟ استجابت له؟ ذهبت وراء مشاعرها وأحاسيسها؟ قل لي بربك، ذهبت وراء مشاعرها وأحاسيسها؟ قطعا لا. السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها نقلت المعركة من معركة سيف إلى معركة كلمة، من معركة دم إلى معركة وعي. التفت للعبارة، من معركة تقطيع أشلاء إلى معركة ضخ حياة في نفوس الناس. هذا المعنى، وهو التحول من سيكولوجية المواجهة بالسيف الذي قتل به الحسين إلى مواجهة سيكولوجية المواجهة بالكلمة. هنا الكلمة كانت أعظم من السيف على قلوبهم. التفت لولا على قلوب بني أمية كانت كلمة زينب التي يفترضون أنها انتهى كل شيء، أن كل شيء انتهى بتحطيم الأجساد وتوزيعها وبالجريمة الكبرى التي يضيق القلب عن بيانها وتضيق العبارات عن وصفها لفداحتها سلام الله على الحسين. إذن كان دور السيدة زينب، الآن نريد نستخلص من البحث حتى نعرف شلون نطبق ما سيلقى. أول أمر تجلى الدور الزينبي في كونه علاجا نفسيا جماعيا. عالجت النفوس علاجا مقوما وعلاجا قوى انهيار الإرادة. قوى شنو؟ انهيار الإرادة. إرادات انهارت. الكلمة تحيي إرادة لو ما تحيي، وتفل إرادة الكلمة. زين، أعادت بناء هوية أتباع
محمد وآل محمد صلى الله عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فهل المعركة انتهت بانتهائها عسكريا؟ قل لي. لا، ابتدأت المعركة الأخطر، وهي إدارة الصدمة النفسية الاجتماعية. أصلا ذهل الناس، قتل الحسين، معقولة وصلت النوبة أن يتجرأوا على ابن رسول الله؟ هذه الصدمة التي حدثت في النفوس كانت صدمة نفسية اجتماعية. هذه الصدمة لابد فيها من إدارة، لابد فيها شنو قلنا؟ من إدارة. إدارة الصدمة النفسية الاجتماعية برزت في صناعة معنى آخر. أعطيك شاهد. الآن لما عليكم السلام، لما تخاطب ابن زياد فتقول له، التفت للعبارة، هو يتشفى صح ولا لا؟ كان يتشفى، والتشفي أعظم إيلام من السيف. التشفي أعظم إيلام من السيف. لذلك لاحظ، قالت وهل فريت إلا، ما فريت إلا كبدك، ما فريت إلا جسمك، وما كذا إلا كبدك. يعني هي حولت المعنى من معنى أراد أن يظهر به انتصار وعزة وقدرة إلى أنه إنما هو فرى بدنه وقضى على نفسه. ثكلتك أمك يا ابنه. هذا مولانا ترى شيء معنى كبير، ويستلزم منا أن لا يتكلم بعدها بكلمة. يقول أنت قاعد شو تسوي؟ أنت تتشفى وقاتل إنسان، وبعد قتلك للإنسان قاعد هم تتشفى في عياله وفي أهل بيته. أنسيت من أنت؟ أنسيت من أنت؟ ثكلتك أمك. وتتكلم في ثكلتك أمك في وين مولانا؟ في مجلسه، في موضع جماعته وقدرته ملتفت له لا. لذلك كانت قد صنعت معنى، حرست المعرفة بالدين، بالقيم، بالمبادئ. ولذلك نحن مدينون لزينب في صلاتنا، في صومنا، في حجنا، في رحمتنا، في أخلاقنا، في قيمنا، في كل الخير الذي تركه الله لنا ومحمد وآل محمد صلوات الله. ولذلك خلنا نشوف بالنظرة المعاصرة السيدة زينب ماذا فعلت؟ واجهت حربا نفسية، تضليلا إعلاميا، وانكسارا اجتماعيا. التفت للعبارات. لذلك هذا الذي مورس ضد الحسين عليه السلام، من الذي أحيا قضية الحسين؟ الله عز وجل، صح ولا لا؟ حسين مني، هل يمكن لرسول الله أن يندثر ذكره؟ لا يمكن. خالد كذلك ذكر الحسين بن محمد صلوا عليه وآله. لذلك الكلمة ليست صوت، الكلمة التفت وياي، الكلمة ليست صوتا، الكلمة مؤثر، له قوة، له جاذبية، لها وجود. أعطيك شاهد الآن. القرآن وش يعبر؟ لاحظ وياي الآية جدا، الآية تمثل كيف أن هنالك أمر لا بد أن يقع، لا بد أن يتحقق. بل نقذف بالحق على من؟ على الباطل. بل
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. التفت وياي الآن، العلامة الطباطبائي يقول عندنا هنا مفهومان. المفهوم الأول مفهوم الباطل، ومقابله مفهوم شنو؟ الحق. الحق يكون مقابله باطل. طيب أيهما له الثبات؟ أيهما له الرسوخ؟ الحق له الباطل؟ الحق هو الذي له وجود، له رسوخ، له ديمومة. الباطل هل له وجود؟ يقول لك واحد يقول باطل موجود والحق موجود. يقولوا شلون يعني؟ قال مثلا إنسان يتكلم كلمة صدق، هذا وش هو؟ هذا حق. إنسان يتكلم كلمة كذب، هذا وش؟ باطل. إنسان ينصف الآخرين، هذا شنو؟ هذا حق. إنسان مثلا يتعدى على الآخرين، هذا شنو؟ باطل. زين، مولانا يقولون إن الحق له وجود وله عين وله ذات وله ديمومة وله استمرار. الباطل ليس له عين، ليس له ذات. أعطيك شاهد، هالمكان المنور بنور وجوهكم الطيبة جميعا إن شاء الله وياكم. لما نضيء الإضاءة في المكان نقول هذا المكان فيه نور، صح ولا لا؟ لما نطفيها وش نقول؟ لا، نقول ما في نور. تمام لو لا؟ الحق إلى وجود، لكن إذا ما موجود الحق وش بيصير؟ باطل. تمام لو لا؟ لذلك عدم وجود نور هذه يسموه ظلام. تمام لو لا؟ الحق له وجود. إن لم يكن للحق وجود سيكون شنو؟ باطل. فيقولون الباطل أمر عدمي لا وجودي. تمام لو لا؟ مو إلى وجود، وإنما هو شنو؟ عدم وجود النور يسمى ظلام، عدم وجود الحق يسمى باطل. زين، شيخنا ناصر مكارم في تفسير الأمثل شو تقول؟ هذا السيد العلامة الطباطبائي. سيدنا العلامة الطباطبائي هذه فكرة قال بعد بقول لكم الآن. العطشان السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. العطشان إذا كان يمشي في طريق طويل ماذا سيرى من بعيد؟ السراب، حتى إذا وصله لم يجده شيئا. السراب موجود لو ما إلى وجود؟ ما إلى وجود. من بعيد تفكر ما. الباطل هالشكل، الباطل من البعيد تفكر إلى وجود، لكن من تجي عنده تحصل ما إلى وجود، ما إلى وجود، بل هو القرآن وش قال عنه؟ زاهق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بشر ونريد أن نمن. وقال تعالى وأشرقت الأرض بنور شنو؟ بنور ربها. لذلك الشيخ ناصر مكارم شو تقول أنت في الآية؟ قال الآن كلمة نقذف، كلمة نقذف تدل على ويش؟ على وجود شيء. يقول قذف، رمى القذف إلى الشيء البعيد لو القريب؟ البعيد. فإذا يريد يقذف يعني يحتاج إلى قوة ولا لو ما يحتاج؟ زين، لو رماها بدون ما تكون قوة وش اللي بيصير؟ بتمشي شوية وبتطيح، بتصير ما توصل إلى هدفها، فتحتاج إلى قوة التي تستلزم السرعة. تمام لا لا؟ يقول الحق ترى يا أهل الحق أنت تحتاج تكون محافظ على حق، على هذا الحق من دين وقيام ومبادئ، وخلي عندك حيوية، خلي عندك إرادة، خلي عندك عزيمة، خلي عندك شوق، خلي عندك مبادرة. ما لي أرى وش يقول من العجب أمير المؤمنين، نعم، سرعتهم إلى باطلهم وتثاقلكم عن حقكم. يقول لأهل الكوفة، يقول لهم وش فيكم أنتم؟
أهل الباطل لما يريد يقول لهم مثلا فلان أو فلان يلا، قالوا احنا قدامك قبلك واصلين، ويقول لهم أدعوكم في البرد تقولوا لي برد، إذا جاء الصيف أقول لكم في الصيف تقولوا إلي إلى الشتاء. أما أنكم يقولوا الحار والقار أما أنكم من الموت أفر، مو حر وقار، مو فارين من حار وبارد، وإنما شنو يقول له؟ بل أنتم من الموت أفر. شوف عبارات جميلة علي، بعد علي صلوات الله عليه. المهم، فيقول لما الآن يجي الحق ويقذف الباطل، هذا يقول لك شنو؟ يقول يعني أن الحق له تمكين من الله، وله قوة وإرادة من الله، وله تسديد من الله. أعطيك شاهد الآن لما تقول نقذف بالحق على شنو؟ على الباطل، العبارة فيدمغه. كلمة يدمغ مأخوذة من ويش؟ يدمغ، أحسنت، من الدماغ، يدمغ من الدماغ. يقول الراغب الأصفهاني عنده عبارة جميلة، يقول يدمغ مأخوذة من الدماغ. الدماغ مركز الإرادة، مركز الحركة، مو هالشكل، مركز الإحساس. يقول إذا جاء الحق، شوف الآية شلون تعبر، إذا جاء الحق فإنه إنما يقع على المركز الباطل فيقضي عليه. تمام لو لا؟ فإذا ضربها الآن في موضع الإحساس، الدماغ موضع الإحساس، يدمغه يعني يقضي على حركته فيفنيه، لأنه إذا جاء الحق إن الباطل كان زهوق، سريع زهوق. عنوان لما يقول واحد زهقت نفسه، يعني شنو؟ خرجت نفسه. لذلك شوف، فإذا هو زاهق إن الباطل كان يقضي عليه، يموت. تمام لو لا؟ شوف العبارات جميلة في هذه الآية. زين، السؤال بحق الصلاة على محمد وآل محمد. هل الكلام يحتاج إلى التفات وإلى عناية، أو لا الإنسان يتكلم باللي يحب وقت اللي يريد؟ وش تقول؟ يحتاج الإنسان يتدبر كلامه، متى يتكلم متى يسكت وش يقول، صح ولا لا؟ زين، الكلمة تصنع إرادة وتفل عزيمة. الكلمة يعرف بها الإنسان. المرء مخبوء تحت لسانه، مو شكل، وهي طبعا هالشكل، المرء مخبوء تحت طي لسانه، لا طي لسانه. تمام لو لا؟ مو المرء مخبوء تحت مثلا الرداء أو تحت الشيء اللي يغطي براسه، لا، تحت طي لسانه، لا طي لسانه. وشكل زين، هذه رواية المرء مخبوء تحت لسانه. زين، لو واحد أضمر شيء يبين على وجهه لو ما تبين؟ تبين لو ما تبين؟ يبين. ما أضمر امرئ شيئا إلا ظهر على قسمات وجهه فلتات لسانه، تبين. ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها أحسن تخفى على الناس تعلمي. هذا منه الشاعر العبدي، شو اسمه هذا الشاعر الشاب العبدي الذي مات في مقتبل شبابه، بلي كان رايح إلى الحيرة، ما أدري للكوفة، يلا هو استشهاد جاء في لحظة، ولا كان أنا مسجل لنا. على كل حال شاعر عبدي من أشهر الشعراء وأقوى الشعراء، رغم أنه كان صغير، في هذا جاهلي، شاعر جاهلي. المهم لو كتبتها، وما تكن عند امرئ من خليقة
وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. المهم الآن اللسان لما يعبر عن عقل الإنسان. لما يعبر كلما كان عقل الإنسان أرزن كان كلامه أثقل. وإذا خف العقل خف اللسان. لذلك علي عليه السلام يقول يا جماعة الخير ما الإنسان لولا اللسان إلا صورة ممثلة أو بهيمة مهملة. ما الإنسان لولا اللسان إلا صورة ممثلة، كأنه تمثال إذا ما عنده لسان، إذا ما يعرف ينطق. أو بهيمة مهملة. اللسان معيار أرجحه العقل وأطاشه الجهل. اللي يخلي اللسان إلى رجاحة العقل، واللي يخليه اللسان طيش هو الجهل. زين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على. طيب الكلمة تفتح قلب وقد تغلق قلب، صحيح ولا لا؟ يقول هذا واحد سبحان الله من شفته دخل قلبي، بس قال لي السلام عليكم مسابي دخل في قلبي مباشرة. يقول من شفته مسه وراح هابط بس ما دخل قلبي. الكلام مو هواء، الكلام تعبير عما في داخل النفس. فإن كان القلب صادقا كانت الكلمة مؤثرة، وإن كان القلب كاذبا أصبحت الكلمة منفرة. شوف لاحظ وياي، ما من شيء أجلب لقلب الإنسان من لسان، ولا أخدع للنفس من شيطان. ما في شيء يخدع الإنسان مثل ويش الشيطان. طرد أبونا من الجنة، طلع أبونا من الجنة وما زلنا نطاوعه. صحيح ولا لا؟ زين. أيضا الكلام في اللسان، والكلام كثير، لكن اللسان الجمال في اللسان. الجمال في شنو؟ في اللسان. هذا الواحد إذا يعرف يتكلم وكلامه صادق، مو كلام أصفر، مو كلام نفاق، لا 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 لا، كلام صادق. واحد يقول أجامل، يقول إيه؟ المجاملة نصف المعاملة. معاملة الناس تحتاج إلى مجاملة. تجاملهم شنو يعني؟ يعني تعاملهم بالحسنى، تحسن، تتجاوز. ولذلك الجمال في اللسان. لما نعلم أولادنا يتكلمون يستطيعوا يواجهوا الحياة لما يستطيعوا. أيضا اللسان له حد أحد من السيف. اللسان له حد أحد من وش؟ من السيف. حد السنان يقطع الأوصال، وحد اللسان يقطع الآجال. وحد اللسان يقطع الآجال. أذكر لكم قصة كان شوية تصير وإياكم. ابن المقفع. ابن من؟ مقفع، معروف من الأدباء، كبار الأدباء. ابن المقفع، عبد الله ابن المقفع. ليش ابن المقفع؟ يقولوا أبوه هم كان عنده مسؤولية تحت إيده في دولة بني العباس، قوموا سطع عليه، قال له بعد تسطي، بعد تسطي. جابوا وضربوا ضرب فتفقعت أيادي، فسمي بابن المقفع. المهم هذا الحين بنجي إلى ولده، وش اسمه قلنا؟ عبد الله. هذا صاحب كتاب كليلة ودمنة، معروف لو لا؟ أديب ولا مثله، بعد أديب ولا مثله، لكن لسانه مو ملزوم، لسانه مو مؤدب. السنان يقطع الأوصال، واللسان يقطع الآجال. دخل يوم من الأيام على خليفة من خلفاء بني العباس، قال له السلام عليكما، مساكما والله بالخير. التفت
قال له ما في إلا أنا في المجلس. من هو الثاني اللي تسلم عليه؟ من الثاني؟ قال له أنت وخشمك، لأنه كان صاحب أنف كبير. قال له أنت لك تحية وأنفك إلى تحية. زين، لك سلام ولا أنفك سلام. قال له عجيب، فإذا هما كم سلام؟ سلامان. فلك سلامان إلى جهة اليمين إن شاء الله، بعد ما كذا، بعد ما نبعطك بعطين يصير سلام على يمينك وسلام على شمالك. وفعلا اي بالي. فكم من فيقول السنان يقطع الأوصال واللسان يقطع الآجال. ملتفت له لا؟ ترى مو شجاعة كل مكان واحد يحكي وكل شيء يقول، يوزنها. لذلك محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، اللهم صل وسلم، جعلوا اللسان الصالح أوزن من المال. أوزن من المال. لاحظ الرواية، اللسان الصالح يجعله الله للمرء في الناس خير من المال يورثه من لا يحمده. من كثر كلامه كثر خطأه، كثر خطأه، ومن كثر خطأه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه دخل النار، ومن مات قلبه دخل النار. إذن الكلام محفوظ. لو أقول الكلام ويروح في الهوى مولانا، ولو طولنا فيه هالنقطة هذه، الكلام أقوله فيذهب في الهواء أو محفوظ؟ محفوظ. لذلك لاحظ الرواية، كلامك محفوظ عليك مخلد في صحيفتك، فاجعله فيما يزلفك، فيما يقربك من الله ومحمد وآل محمد صلوات الله. إن من حسب كلامه من عمله قل كلامه فيما لا، يعني اللي يعرف أن كلامه من عمله بيترك الكلام فيما لا يعني. زين، السؤال، السيدة زينب عليه السلام حينما قدمت كلاما، قدمت نعم منهاجا، حولت الأمة تحولا، وصنعت فيهم نعم تحولا جماعيا ووعيا وإرادة وبصيرة. لولا من الكتب الجميلة اللي إلها البحث، هذا كتاب تقريبا حدود 700 صفحة، بس هذا للبحث، هذا 700 صفحة، اسمه الخطاب الرسالي للسيدة زينب. أنا بعد ما هو كامل، فقط مقتطفات منه، ولا بحوث كثيرة حق هالبحث هذا. هذا واحد من المصادر الجيدة، طبعته العتبة الحسينية، هذه دكتورة بلي، وقدموا لها تقدير وخطاب شكر وكذا. خوش بحث، خوش بحث. الخطاب الرسالي للسيدة زينب. المحاضرة الأولى اللي كان ما جبنا منها ولا ربع الربع بلي، هذا الكتاب إلى المحاضرة الأولى 700 صفحة، 700 صفحة. ولذلك لو طولنا عليكم عرفوا ترى يعني البحوث كثيرة والكلام كثير، ومنهج أهل البيت عميق. قضية واحد يقدر يجيب له ربع ساعة وانتهينا ومع السلامة. لكن مسؤوليتنا أمام أهل البيت مو أن نأتي فقط للتبرك، وإنما لأن يكون عندنا معرفة وعلم وإرادة، ونزداد وعيا بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه. السؤال، السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليه، لو أردنا أن نحلل ما كان منها تحليلا نفسيا اجتماعيا، هل انتهى الحدث بقتل الحسين؟ أحبتي، هل انتهى الحدث بقتل الحسين؟ ابتدأت الحياة والإحياء بقتل الحسين عليه السلام. السؤال، السيدة زينب عليه السلام أمام أناس
مو فقط باللي وياها، مو تقول هذه الكم مرأة أو كم طفل اللي وياها، لا مولانا، أدارت الأمة. أدارت شنو؟ الأمة. شلون تدير الأمة سيدي زينب؟ شلون تدير الأمة؟ أدارت الأمة لأن الأمة انهارت نفسيا، انهارت معنويا، انهارت معرفيا، حولت الألم إلى مشروع. لذلك السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها عندما نرى كيف كانت أحداث الطف من بعد قتل الحسين، ابتدأت وقبل قتل الحسين ابتدأت مع عمر بن سعد. عمر بن سعد قريبهم لو مو قريبهم؟ قريبهم. عمر بن سعد قريب للإمام الحسين. قالت له: يا عمر بن سعد، أيقتل ابن رسول الله وأنت تنظر؟ وين شيمتك؟ وين أسرتك؟ وأنت تقول أنا ابن عشيرة، أنا ابن أصول، أيقتل ابن رسول الله وأنت تنظر؟ فأشاح بوجهها عنه. يا ابن سعد، ولا هي أرقى من أن تخاطبه، لكن خطابها لأجل أن يسجل عليه أن من كان كان تحت إرادته وإدارته أناس يصلون إلى 30,000، كان بمستوى أن محق العقل، محق الإرادة، محق الفطرة، محق الدين، محق العروبة من نفسه. أتدفن قتلاك وتترك الحسين عاري؟ شوف هذا المعاني. السيدة زينب عليه السلام حينما تقول له: يا ابن سعد، قالت له: وين أنت؟ وين وصلت؟ وين رحت؟ أنا نسيت شرائع الإسلام، أنت مو شايف رسول الله؟ اسمع عمر بن سعد بن أبي، أنت عايش هذا الأجواء، أنا نسيت شرائع الإسلام، وين وصلت؟ الدنيا إذا دخل فيها الإنسان انحدر فيها إلى منحدر عميق. الدنيا تغر وتضر وتمر، لا إله إلا الله. فلا تغرنكم، شو يقول الإمام الحسين، هذه الدنيا. شوف وياي، أسألك بالله، قبل أن تخرج من كربلاء 30,000 قاعدين يتفرجوا ويتشفوا، وأخذوا وسلبوا وأحرقوا، وين وصلوا؟ إلى أي منحدر؟ أرادت أن تحيي ضمائر، حتى لو كانت ضمائر قتلة، فأصرت أن يمروا بهم على أجساد القتلى. ثم قالت وهي تندب جدها: ومحمدا وجداه، يعني تقول لهم: ترى أنتم إنما قتلتم أبناء من؟ محمد. تريد تذكرهم: ومحمدا وجدا ونبيا وأبا القاسم وعليا وجعفرا وحمزة وحسنا، هذا حسين بالعرى صريع بكربلاء، محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، صح ونادي وحسين. أرادت أن توقفهم أمام ضميرهم. لذلك عندما قدمت وضعت يدها تحت الجسد الشريف، والله مو هي واحد يجي يقبل عزيزة، الله لا يفجعك في عزيز، تبقى هالصورة مرتسخة في ذهنه، صورة العزيز آخر اللحظات، كيف بعزيز ما بقي عضو منه سالم، قطعوا من رأس إلى جسده، وحسين اللهم تقبل منا هذا القربان. وتدخل إلى الكوفة. لكن سؤال، لما دخلت إلى الكوفة دخلت متى؟ هاليوم. خرجوا أمس الظهيرة، بعد الظهر خرجوا من كربلاء.
لكن أسألك بالله، يوم اللي بيخرجوا من كربلاء أسألك، تطلع زينب ما تودع أبو فاضل؟ ما تودع أبو فاضل؟ شوف الأخ الوفي الحنون على أخته، شلون الأخت تصير حنونة هم أكثر وأكثر. هالنومة يا أبو فاضل بشاطئ العلقم يخلها، وهذه النوقدة النود يعدل ستر محملها، وهذا العلم يا المهيوم قدام الضعن شيل. قال هالعتب يا زينب على راسي وعلى عيني، لكن أظن ما جيت الشريعة وما نظرتيني، وين الراس وين العين؟ كفيلك صاير بهالحال يا اختي وما تعذرين. قالت محلل نام يا العباس، كل يوم وعتب يعداك، غير وغير اخوك حسين ما واحد عرف معناك. نام على المشرعة مشكور، واني رايحة ويا عداك، رايحة ويا شمير ويا سنان ويا وخل خولي ويا الزجر، هذا يضربني، هذا يشتمني، هذا يقيدني، هذا يدفعني صرخ ونادي وحسين. وصلوا البارحة إلى الكوفة، لكن وقفوهم، ما دخلوهم، وقفوهم خارج الكوفة. تدري ليش؟ حتى تستعد الكوفة وتتزين، وحتى تقيم احتفالا بقتل الحسين. عظم الله أجورنا وبذل ذلك. وإذا بها يقدم أهل الكوفة لبنات، لأطفال الحسين، أطفال رسول الله، يقدمون الخبز، الجوز، التمر. عجيب، أهل الكوفة نسيتوا علي حن عليكم، علي عطف عليكم، اختار بين البلدان بلدكم حتى نعم يعلمكم كيف يكون الإنسان مع الموجوع. ما ترك أرملة، وتالي آخرتها يشمتون يتجمعون في الطرقات، تصرخ ونادي وحسين. تبكون فلا رقت الدمعة، ابكوا قليلا، ابكوا كثيرا، اضحكوا قليلا وابكوا كثيرا. ولذلك خطبت الحمد لله والصلاة على أبي محمد وآله الطيبين الأخيار. أما بعد، يا أهل الكوفة، يا أهل الختل والغدر، أتبكون؟ فلا رقت الدمعة ولا هدأت الرن، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، ألا وهل فيكم إلا الصلف والنطف والصدر الشنف وملق الإماء وغمز الأعداء، وهل أنتم إلا كمرع على دمنة أو كفضة على ملحودة. يقول حالكم مثل فضة موضوع على قبر، ماذا يستفيد الميت منكم؟ لا يستفيد منكم شيئا، لا الحي يستفيد ولا الميت. لكن عندما أدخلوها إلى قصر ابن زياد، لبست أرذل ثيابها وتنكرت وتنحت. التفت ابن زياد سأل عنها 3 مرات لم تجبه، وإذا به سأل بعضهن فأجبنه أنها زينب بنت علي أخت الحسين. كيف رأيت فعل الله فيك؟ نادت وهل رأيت إلا ما رأيت إلا جميلا.
ثم قالت ثكلتك أمك يا ابن مرجانة، عظم الله أجورنا. أراد تحطيم قلبها، تدري سوى؟ وضع رأس الحسين في طشت من الذهب وحسينا وغريبا، ثم بدأ يعبث بأشفاه الحسين، شفاه الحسين، رموش الحسين، عين الحسين، أنف الحسين، شعر الحسين وحسين. عظم الله أجورنا. ثم أمر ابن المبارك وهو حجام، قال له خذ هذا الرأس. يتحمل قلبك هالكلمة لو ما تتحملها؟ ما أظن تحملها غيور. هذا رأس إمامك الحسين. قال له يا ابن المبارك خذ الرأس فكور. كور يعني شنو؟ يعني اخرج اللحم من رأس الحسين من تحت الجلد. وحسينا وغريبا ومظلوما ولبناد الحسين. ثم كأني به التفت سأل من هذه المرأة المتنحية؟ قالوا له هذه الرباب زوجة الحسين. قال لها كلميني، لم تكلم. ردي علي، لم ترد عليه. ما أدري يتحمل قلبك تشوف الصورة لولا؟ ويمسك شعر الرأس ويرفعه قدامه وينادي بحق هذا الرأس إلا ما كلمتيني. قالت لقد كنت أستحي من الحسين، والترب بيننا لما كان عائشا كما كنت أستحييه، وهو يراني عزيز علي أن أراه مزملا. أشوفه بهالحال والدم على رأسه. وحسين عزيز عليه أن يراك تراني. وزينب كأني بها، ما أدري شوفوا أي هالصورة هذه، كأني بها دخلت كل قبيلة أخذتها. المرأة التي استشهد زوجها مع الحسين كل قبيلة قامت تأخذ بتها. زينب تنظر يمين وشمال، تتذكر ترى كربلاء احنا قتل رجالنا، وهذه الكوفة وعلي مدفون في النجف، وركبوا الحسن. حيدر يا ابويا ما تجينا وتشوفنا شلون ننسى سبايا ونتستر بده، وزين العباد مقيدي. عدها حاجة تدري شنو؟ عندما تسأل من هذه؟ أنا زينب اللي يحجون صلة المصايب والمصايب ما صلة. وين اخوانك؟ بقيت محيرة وصفك بلي، بقيت محيرة وصفك بلي. لا عباس يفعلي ولا كأني بها دخلت الحورة مجلس الطاغية وشمت بيها. شال القضيب وويله وقام يضرب براس والي. يا حسين يا عيوني ترضى، دهشة المجلس ليت منا انهدمت أركانه.
قام الرجس يسأل عن الحارة بديوان، يا حسين يا عيوني ترضى يا ضار. وجه بوجهه للرباب وقال كلميني، وحق راس ابو اليمة احاجي جودي حاجيني. حسين بعدك لا انا عيش ولا لذة مشارب. مشاني للكوفة والدمعة مذروفة، مشاني للكوفة والدمعة مذروفة، واللي كفل على النهر طايح مقطوعة جفوفة. مشاني والدمعة مذروفة ويا زينب، مشاني والدمعة مذروفة، واللي كفلني على النهر طايح مقطوعة جفوفة. مشاني والدمعة مقطوعة جف اللي كفل خدري يم الشريعة، عفت رمية ودمعتي تجري وانا الوديعة، بحماه كنت معزز بستري لكن الضيعة من بعد عيناه صرت اكذب الآه، مو بيدي يم المشرع نعوفه. مشاني للكوفة، مشاني للكوفة والدمعة مشاني والدمعة واللي كفلني على النهر طايح مقطوعة جفوفه. مشاني والدمعة يا شبل حيدر والد المقدام صاحب الغيرة، من بعد عينك دارت الأيام يا أبو البصيرة. زينب يا أبو فاضل مع الظلام تمشي أسيرة، يجري دمعها عاين وضعها بعد الخيال ما حد يشوفه. مشاني للكوفة، مشاني والدمعة مذروفة. مشاني فوق الهزل يا ابو الفضل راحت اختك سبيه، لهموم عني والله من زاحت يا ابو الحمية، لا تقول بعدك اختك ارتاحت واما البلية. بكوفة ابن زياد تشمت الاوغاد، بكوفة ابن زياد تشمت الاوغاد، بحالي شماتة يصفق جفوفه. مشاني للكوفة، مشاني والدمعة مذروفة. مشاني والدمعة ودوني لابن زياد مسبية، لو شفت حالي جملة رجالي ما بقت ليه مشغول بالي، كيف البصر لو طاغي يميه يضرب قبالي. راسل والحسين يا قرة العين، راسل والحسين يا قرة للباري اشكي دهري وصروفه. مشاني للكوفة، مشاني والدمعة مشاني للكوفة والدمعة. راد الداعي يقتل علي السجاد من رد كلامه، يرفل بقيد علة الإيجاد ويا اليتامى. رديت عنه بطشة ابن زياد، رديت عنه بطشة ابن زياد ولا لي ملامه. خلوه لي باقي البقية، خلوه لي باقي البقي وباقي الحريم عليه مرجوفة. مشاني للكوفة، مشاني والدمعة مذروفة. مشاني والدمعة
شاعرها الملا عيسى البدن. ابن زياد سبن زيد جروحي ذيك الشماتة، على حسين والله من قطع نوحي حق مكرماته، ينظر الطاغن هدمت صروحي للخسة ذاته، يقول لي ذبحناه والراس جبناه، يقول لي ذبحناه والراس جبناه، هذه حريمة بحالة مأسوفة، مشاني للكوفة مشاني والدمعة مذروفة، مشاني والدمعة مذروفة. إلهي بالحسين الوجه وجدي وأبي وأمي وأخي والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، اللهم اشف وعافي كل مريض يا الله، لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصينا لهم بالدعاء يا رب العالمين. فرج همومنا واكشف همومنا، اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات بمحمد وآله الهداة، عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، وارحمنا بهم يا كريم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. ولأرواح موتانا وموتاكم موتى المؤسسين والحاضرين لا سيما والدة سماحة الشيخ وخالته لهما، ولمن مات على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام إلى هذه الساعة، ومن ليس له وارث يذكره، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.